السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا من بواقي كيك الاسبونج او الكيك اليومي العادي بتاعنا. بأي كيك هتنفع الوصفة دي، وبدل ما بتشتريها من بره بسعر مبالغ فيها هتعمليها لأولادك بأسهل طريقة وأقل تكلفة. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك وشير لكل حبايبك، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا هنا عندي يا بنات كيك، كان عندي اللي هو العادي بتاعنا اليومي، وكان عندي برضو سبونش من التورت اللي انا كنت بعملها. كنت بشيلها كلها كده في قلب كيس او في قلب علبه زي ما انتم ما شايفين. هنعمل بيها ايه بقى؟ يا اما نضربها زي ما انت ما شايفه كده في قلب الكبه، لو عندك كبه. ما عندكيش كبه هتضربيها في قلب العلبه بتاعه الخلاط اللي احنا بنعمل فيها السكر لما بنيجي نطحن السكر، وهتضربيهم كده زي ما انت ما شايفه. لو ما عندكيش كبه، او لو مثلا عندك اللي هي بتاعه السكر اللي احنا بنضرب فيها السكر البودره مثلا مش سليمه مثلا او مكسوره، او لو عندك وانت مكسله ان انت تطلعيها، خلاص مفيش مشكله، تقدري ان انت تفتفتيهم بايديكي بس تخليهم ناعمين زي ما انت ما شايفه كده. تفضلي تنعميهم بايديك لحد ما يبقوا عاملين زي الرمله. ليه؟ لان هم لما بتعمليهم كده وبتحط لهم السيرب، وزي ما انت ما شايفه كده هنحط طبقه وطبقه طبقه وطبقه، هتبقى قمه في الجمال. لما تسيبيها تبات في التلاجة لمده ليله من بالليل وتسيبيها لحد الصبح، الكريمه هتتشرب مع الكيكه اللي احنا ضربناها دي، هتبقى قمه في الجمال. انت هتعملي زي ما انت ما شايفه كده، هتاخدي معلقتين او معلقه زي ما انت ما شايفه وتحطيها في قلب العلبه، وبعدين تحطي لها سيرب، تسقيها بالسيرب، وبعدين تحطي لها الكريمه من فوق ايا كان بقى لون الكريمه. لو انت عايزه مثلا تحطي لها كاكاو تمام، انا هعمل نص بالكاكاو ونص كده. الوصفه دي يا بنات مش هتاخد اكتر من نص كوبايه كريمه. انت بقى عايزه تعملي كوبايه كريمه بس هتبقى كتيره قوي كوبايه الكريمه، لان عدد الكبات مش كتير، او هم 16 كب، فمش محتاجين اكتر من انك تعملي نص كوبايه كريمه. عايزه تعمليها كوبايه ويتفضل معاكي الباقي هتفيض وهتبقى ملهاش لازمه، فانت اعمليها بنص كوبايه، ولو احتاجت تاني ابقي اضربي لها حبه كمان واعمليها. تمام كده. هنبدا نعمل الكوبايات كلها زي ما انتم ما شايفين كده، كلها بنفس النظام. بنحط حبه من الكيك، وبعدين ايه تحطي حبه من السيرب، تسقيها سيرب، ما تغرقيهاش قوي برضو، يعني خليها في المعقول. ابصي زي ما انت ما شايفه كده، يا دوبك بس تغطي الوش، وبعدين تحطي حبه من الكريمه، وما تمليش الكريمه من فوق قوي علشان خاطر يبقى فيه مكان نحط عليها الشوكولاته. احنا عاملين جناش شوكولاته هنصبه فوق منها، لو مليتيها قوي هتيجي تحطي الجناش بتاع الشوكولاته مش هتلاقي لها مكان. والكبات دي برضو يا بنات للي بيشتغل في الاونلاين، يعني انت برضو لو انت شغاله في جروب او اونلاين برضو هتنفعك، هتبداي تعمليها وتطلعيها، يعني مكسبها ان شاء الله معاكي يبقى كويس. او ان انت تعمليها في قلب البوكسات بتاعتك، لان انت لما بتيجي تشتريها من عند الحلواني بتلاقي ان سعرها بيبقى يعني مثلا في حدود 30 35، في منهم بيبيعها ب20 25 على حسب بقى الخامات اللي هو بيستخدمها. فبالنسبه لك انت الخامات بتاعتك هتبقى انضف بكتير، وحاجه انت عاملاها في بيتك ومتاكده منها، هتبقى حاجه قمه في الجمال. يعني مش هتخلي حتى اولادك يفكروا ان هم يشتروا اي حاجه من بره. انا بالنسبه لي اعوذ بالله من كلمه انا بشتري الخامات بتبقى معايا في البيت، وبعمل كل اللي انتوا شايفينه دوت، سواء من تورت او من اي حلويات او من اي حاجه انا بعملها في البيت. بصراحه ما بخليهمش يشتروا حاجه من بره. فبالنسبه لك انت لو عندك كيك مثلا اكلوا كيك وفاضل منه كيك، لو سبتيه بره هينشف، فتعملي ايه؟ خلاص شيليه كله في قلب كيس او في قلب علبه، بحيث ان ما يوصلوش الميه في الفريزر، وطلعيهم مره واحده، اضربيهم زي ما انا وريتك كده، واشتغلي بيهم واعملهم احلى كبات. تمام يا بنات معايا كده خطوه بخطوه. هنيجي هنا بقى في الخطوه ديت، خلاص انا كده صبيت الجناش على كل الكبات، وهبدا احط اللي انتوا شايفينه ده دوت البسكوته اللي هي تبقى بالشوكولاته، بيقولوا عليها سيجارة شيكولات او شوكولات سيجار على ما اظن يعني. تمام. ودوت اللي هو الكونو، صوابع الكونو اللي هي بتبقى صغيره اللي بيبقى فيها الشوكولاته. اي حاجه عندك تزيني بيها، انا تقريبا عندي حاجات كتير مركونه كده على جنب، هبدا ايه بس يعني حبه ايه صغيرين من كل حاجه، يعني انا عندي علبه صغيره من كل الحاجات دي، فهبدا اخد من كل حاجه حبه كده زي ما انتم ما شايفين، وهبدا احطها. ده السبرينكل الصغير، او اللي هو الشوكولاته البسكوته الصغننه اللي بالشوكولاته، وعندي جيلي اهوت، وعندي كريز. بصي بقى يا بنات، اي حاجه عندكم تبداوا تزينوه، حتى لو حطيتوا لها بس شوكولاته ساده من على الوش، والله هتبقى قمه في الجمال. مش محتاجه ان انت تحطي لها اكتر من كده. انا بالنسبه لي عشان عندي خامات عندي في البيت، لان انا بحب اشتغل حلويات كتير، فجايبه من كل الخامات ديت. وفي عندي علب بقى صغيره زي ما انت ما شايفه كده، الجيلو ده في مثلا باقي عندي منهم حبه صغيرين، هبدا برضه اطلعهم زي ما انتم ما شايفين كده، وابدا احط على كل كبايه واحده من الايه، من الجيلو اللي عندي ده.
ده مش الجيلو السائل يا بنات، ده الجيلو اللي هو ايه، كان عندنا زمان كيس كده كنا بنجيبه واحنا اطفال صغيرين، حلوى الجيلي الصغيره اللي هي لونها اخضر قدامكم ديت ولونها احمر، دي حلويات كده من الجيلي، بتبقى ماسكه كده بتشديها كده بتمط معاكي، مش اللي هو الجيلي السائل. وهتبداي تسيحي شوكولاته بيضه زي ما انت ما شايفه كده على حمام مائي، وما تكتريش الميه فيها. كل ما تيجي تشتغلي في الشوكولاته البيضه دي، عايزه مثلا 100 جرام من الشوكولاته او 50 جرام، يعني انا ما مسحتش اكتر من 50 جرام، وتبداي تحطي معلقه من الميه فقط لا غير، ما تحطيش اكتر من كده، معلقه ميه فقط لا غير. وكل ما تلاقيها بتشتغل معاكي تمام خلاص كده حلو، لان الشوكولاته البيضه دي بتبقى رخمه في التسييح بتاعها. ايه رايكم بقى يا بنات؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. كده وصفه النهارده تكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش اللايك والشير لكل حبايبك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.